مرحبا. بالموعد الذي تم تحديده لأهم استحقاق في أي دولة وفي أي بلد وفي أي حكومة في هذا العالم، تقدم السلطة في دمشق مؤشرا قويا إلى موعد الحلول الكامل، بما يعني أن الاتفاقات بين الحكومة والأطراف الدولية قد أولدت هذه الحلول، سواء للعلويين أو للدروز أو للأكراد. الموعد للاستحقاق الأهم واضح وصريح، منتصف أيلول المقبل، أي بعد شهر ونصف تقريبا. ما يعني أن الحلول يجب أن تسبق هذا الاستحقاق، لأن هذا الاستحقاق لا يمكن أن يجري ويتم في ظل سوريا الراهنة، سوريا بالصورة الحالية وبالواقع الحالي. ما هو هذا الاستحقاق؟ هو انتخابات مجلس الشعب. انتخابات مجلس الشعب، والتي كان مقررا لها بعد مدة طويلة من الآن، تم تعجيلها وتم جذبها إلى الوراء، إلى منتصف أيلول، إلى 20 أيلول، بين 15 و20 من أيلول المقبل، بعد شهر ونصف تقريبا، إلى حوالي 7 أسابيع على أبعد تقدير ستجري الانتخابات. هل تجري الانتخابات ومعظم العلويين يقاطعونها لأن لا حلول في منطقتهم؟ هل تجري وشمال شرقي سوريا لا يعترف حتى الآن تمام الاعتراف بالحكومة في دمشق؟ هل تجري والدروز على الواقع الدموي الراهن والجثث ما زالت متناثرة في بعض المناطق هناك؟ بالتأكيد لا. على ذلك يبدو أن الاتفاق الفرنسي مع الحكومة وما قاله ماكرون عن اتصاله بالشرع، عن إيجاد حلول مع كل المكونات بما يتعلق بالحكم والأمن، هذا ما قلناه بالأمس وركزنا عليه، أنه إيجاد حلول لكل المشاكل في مختلف المناطق السورية. لماذا؟ لأننا إذا وصلنا إلى منتصف أيلول المقبل ووضع الساحل على ما هو عليه، لا وظائف ولا رواتب ولا شيء إطلاقا، ولا شبه اعتراف من الحكومة بهم حتى الآن على الصعيد الرسمي، وإذا كان وضع السويداء على ما هو عليه، وإذا كان وضع شمال شرقي سوريا على ما هو عليه، لا اتفاق ولا تقدم في الاتفاق، فلماذا ستجري هذه الانتخابات وأين ستجري؟ ستجري في دمشق وحلب، حمص، حماة، ربما ريف دمشق، أبعد ما يمكن 6-7 محافظات، وهذه بطبيعة الحال لا تساعد على تخريج انتخابات يقبلها الداخل، فما بالك بالخارج الذي ينتظر والذي سيرسل فرق مراقبة للانتخابات. هذه الانتخابات ستجري تحت رقابة دولية، من المستحيل أن يأتي أحد ليزور في الانتخابات ويقول شارك من الساحل 87% مثلا أو 65%، والمراقبون الدوليون موجودون وقد رأوا أن المشاركة لم تكن أكثر من 10% مثلا. على ذلك الحلول باتت أسرع من أي وقت مضى، وقد فرضت فرضا. الظروف الراهنة، الظروف والتطورات فرضتها ربما قسرا وقهرا على الجميع. لا الحكومة كانت تريد التقدم بهذه السرعة، ولا الأطراف على الأرض كانت تقبل بانتخابات في منتصف أيلول المقبل. بالطبع حين يحدد منتصف أيلول، فالقوى الدولية ستقنع الحكومة وستقنع الدروز وستقنع العلويين وستقنع الأكراد بالمشاركة، ولكن متى؟ بعد أن تكون الحلول قد أتت، الحلول التي أعتقد وأتصور أنها ستكون بصيغة اللامركزية. اللامركزية هذه التي تتيح للبلد، كل البلد، أن يشارك في إعمار هذا البلد وفي رسم خريطة للنهوض والسير إلى الأمام. دون ذلك إذا وصلنا إلى أيلول ولم نكن قد أوجدنا الحلول، فالمسألة ليست فقط عدم
إجراء انتخابات مجلس الشعب، هذه تفصيل ثانوي. حقيقة سنكون أمام بركان سيجرف ويحرق الجميع، ولن تقوم لنا قائمة من بعد ذلك. لكني متفائل. تحديد الموعد للاستحقاق يؤكد بأن كل الحلول باتت على الأبواب وللجميع. وعودوا إلى ما قاله ماكرون وانتبهوا إلى هذا البند المتعلق بالحكم والأمن لكل المكونات. ستجدون بأن كما يقال البرتية خالصة، يعني المشاكل في طريقها إلى الزوال. أعتقد سنصل إلى أيلول وسيشارك الجميع في الانتخابات، ولكن قبل ذلك سيكون كل مكون وقد تحصل على النسبة المطلوبة له من الحقوق. ما من مكون يريد كل حقوقه الآن، الكل يقول هاتوا العناوين الرئيسية من الحقوق، والتفاصيل تأتي لاحقا وتباعا. نتمنى الخير لهذا البلد، نتمنى الخير للجميع، السلام دائما وأبدا لسوريا، والسلام على الشرفاء والشرفاء فقط.